السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في عدد جديد من برنامج كل الجزائريين ما وراء الجدران. مشاهدينا كالعادة نختار لكم مواضيع مختلفة ومتنوعة، واليوم عنوان سهرتنا راح يكون معاناة سيدة متزوجة من مريض عقليا بنسبة 100%. أكيد راح نخوض في تفاصيل هذه القضية، لكن قبلها نرحبوا كالعادة بالأستاذ عبد الحفيظ كرتال. أهلا بك أستاذ. شكرا. ونرحبوا بالشيخ شمس الدين. أهلا. شيخنا، ما الذي وقع في غليزان؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال. الذي وقع في غليزان أني تلقيت دعوة رسمية ممضاة من طرف مدير الجامعة شخصيا. الطلبة دعوني باش ندير محاضرة حول المولد النبوي الشريف. جاء الناس وجاءت الأمة وجاء الطلبة، كل شيء محضر والحمد لله. رجال الأمن لهم كل التحية، وفروا الأمن، الدرك الوطني منظم الأمور، الطلبة منظمين الأمور. لكن جاني مدير الجامعة إلى الفندق حسب الرأي نتاعو، يقول باللي الشيخ شمس الدين شخصية كبيرة، من غير المعقول يجيبوه الطلبة، لازم احنا نجيبوك، انايا نجيبك والوالية وكذا. قال لي لو كان احنا اللي نعارضوك نديروا لك طابي روج والبوكي فلور فانا فهمت، انا ما نسحقش طابي روج وما نسحقش بوكي فلور، ما نسحق والو. هذه محاضرة حول المولد النبوي، لكنه أصر على المنع، مع أنه هو اللي مضى بخط يده والوثيقة موجودة. أنا خفت يوقع انزلاق بكل صراحة، ما كنتش حاب هذا يوم للمولد النبوي، ما كنت خايف الطلبة والناس اللي حضرتي يغضبوا وتوقع فتنة، ففضلت أني نزور الطلبة ونسلم عليهم وأشكرهم وأعانقهم ونولي باش ما تكونش فتنه. لكن الشعب تاع غليزان الحق زعفوا بزاف وغضبوا، داوا لي حفله كبيره ولبسوا لي حتى البانوس تاع جدي سيدي محمد بن عوده، البانوس تاعو اللي كان يلبسوا في محاربه الاسبان. فاكرموني ودخلوني غليزان من باب الواسع. حتبقى وصمة عار على على هذا المدير، يعني الله يهديه ويتوب عليه. شيخ بكل صراحة، لو يفترشوا لك البساط الأحمر ويمدوا لك باقة ورد والله ماني رايح، أنا مانيش شعب بساط أحمر. أنا حياني قال لي لو كان عرفتك أنا ندير لك طابي روج هكذا والبوكي فلور. واش ندير أنا بالطابي روج بوكي فلور؟ قال لك واحد تهضر مع الوالية، وأنا على نجي نتصل بالوالية، الطلبة عيطوا لي نجي، أنا كون عيط لي عجوزة شيخ طفل صغير ونصيب بمصلحة الدعوة نروح. إن شاء الله. ما نسحقش طابي روج. الحمد لله تكفيني هذه المحبة في قلوب سكان غليزان. تحية لأهلي، وأنا أعظام جدودي موجودين في غليزان. تحية لسكان غليزان على تلك الحفاوة، جزاكم الله خير. شكرا لك شيخ على هذا التوضيح. مشاهدينا، بالعودة إلى موضوعنا اللي اخترناه لكم اليوم، حنان كشابة غيرها من الشابات كانت تحلم تأسيس أسرة وبيت وتعيش في كنف عائلي هنيء مع زوجها، إلا أنه في أول يوم من زواجها اكتشفت أنه هذا الزوج مريض عقليا بنسبة 100%. والأمر من كل هذا هو باباه حجر عليه، أقام عليه الحجر، والأكثر من هذا بعد ما فضلت انها تطلق معاه اهلها كذلك رفضوها وما حبوش يفتحوا لها الباب اللي خلاها تخرج الى الشارع. واليوم جاتنا لبرنامجنا باش تقاسمنا هذه المشكله اللي تعيش فيه. حنان، مرحبا بك معنا في برنامجنا. انت قلنا انه انت تزوجتي زواج تقليدي. نعم، ما عرفتيش كامل هذا الزوج؟ ما على باليش. ونهار تزوجتي في اول يوم ليك معاه عرفتي انه مريض عقلي؟ عرفته، عيط للدار، الحاجه الاولى اللي درتها عيطت لهم. كيفاش عرفتي بلي هذا يعني نصح تعبير بين قوسين مهبول؟ ما عرفتش مهبول، حاجه غريب في التصرفات تاعه، غريب بزاف. من بعد مع الوقت وليت لقيت لي بابي هذوك تاع الاخت الله يرضى عليك سمحي لي، المجنون نقدروا نعرفوه بلي مجنون، يقطع حوايج وينتف شعره ويحب يوم يروح. يقول لنا انت دقيقه، انت راكي اللي تدخل عروسه جديده، جاء الزوج نتاعك، كيف عرفتي بلي هذا مريض عقلي؟ ما عرفتش مريض عقلي. واش عرفتي؟ عرفت ما تصرفش، استغفر الله. وش عليه عبري بهدوء نفهموك ان شاء الله. كنت نشوف بزاف حاجات بصح ما كانش ما ديتهاش ديريكت هذا مريض،
مثلا التصرفات اللي كان يقوم بها؟ التصرفات تاع صبيانيه، كان يخرجني من الدار من الشومبرا كلشي، كان يخرجني نبات برا، نبات في السطوحات، نبات عند دارهم لتحت، ما يخلينيش كاع كونتاكت معاه هادي. وكانوا على بالهم دارهم، كي نتسائل ونقول لهم كيفاه ما يجاوبونيش، يقولوا لي لا هو عقليته هكا. دوك مع الوقت هذاك لقيت البابي تاعو اللي هو مريض عقلي. نعم. حنان لمدة 8 أشهر ربما قعدتي عزباء يعني 8 شهور. 8 أشهر. 8 شهور. ومن بعد كيما عيطت لدارنا شحال من مرة ما جاوش داوني، هربت وخرجت رحت لهم للدار. قبل ما نخرج من الدار وقلت لهم صاي كنا غادي نخرج وعيطوا لدارنا ولا ما جاوش داوني انا اللي باش نخرج، صرا له هذاك الانهيار عصبي وضربني ضرب. وهذوك 8 شهور كيفاش كان يعاملك هو خلال هذيك المدة تاع 8 شهور؟ ما كانش فيه يعني واجبات زوجية معاه والو؟ حتى الوقت وكنت برك نقعد معاه في بيت عجوزتي، شغل في الدار في الكوزينه في الاخر حتى نصلي، من بعد ندخل للدار للشومبرا هذيك ويعاود يخرجني منها ونبات في السطوحات. ما تقبلنيش، ما عرفنيش كاع انا بصيفتي شكون راني معاه. يعني ربما مريض عقليا ما يعرفش واش معناتها زواج. لا. حتى اهله يماه كنت عايشه يعني مع دارهم شيخك عجوزتك كذلك ما قالولكش ما اشارولكش ربما انه مريض ما يشربش دواء هذا 8 شهور ما فقتيش؟ لا عمرك ما شتي يشرب دواء؟ ما جاتوش حالات عصبيه؟ جاته من الشهر الاول كانت جاته مع باه دابز معاه ضرب هرس، من تماك بديت نفيق باللي عنده حاجه، الى ان اكتشفتي الشهادات الطبيه انه مريض عقلي بنسبه 100%. تماك كي 100%. واش درتي بعدها؟ من بعد بديت نتصل مع دارنا، قال لك قلت لهم لقيت فوالا قال لك دوك نجو بصح ما جاونيش. هو المريض سمحي لي الاخت، المريض عقليا انواع، وهذا عنيف ولا برك هادئ ولا هادئ، وكي تجيني حاجه هكا تجي فوق جهته يصرى له الانهيار عصبي وما يعرفش روحه. كي يوقع لهم هي يروح الى العنف، يضرب العنف يروح ديجا للعنف، يضربك. حالات الجنون المتقطع، يقيسني من الدروج، قاسني من الدروج شحال من مرة. عاودي رماك من الدروج. رماني من الدروج. بيتك في السطح. بيتني في السطح ورماني من الدروج شاكو فيها، خاطر انا كي نطلع باش نرقد في الشومبرا يواسيني باش نهبط نرقد لتحت. وانت يا ساكنه مع ماليه؟ مع ماليه. انا هاو السؤال اللي نحب نسال، انا ما نقدرش نفهم هاو انسان مريض عقليا حاوزك للسطح وهو عايش مع ماليه، ما يدخلوش هاد المالين؟ يدخلوا. انت يا عروسه جديده بيتها في السطح، هكذا فاهميني هكذا؟ عروسه جديده عود ما تكوني مهنيه في بيتك، المريض عقليا في الشومبرا في الغرفه وانت في السطح. وماليه ما يدخلوش يهدئوا ويصلحوا ولا ولكن الشيخ تظن باللي العائله اللي تزوج ابن مجنون ظنها باللي عائله عاديه؟ غير عاديه. اخفات يعني المرض هذا؟ لا ماشي اخفاته، المهم انها كي جابته هو مجنون تعطيه مسؤوليه وتعطيه باش يكون بيت، يعني الانسان اللي بعقله ويا ربي. لا كاين بعض سهل، ولكن كاين بعض المرضى عقليين اللي المرض تاعو متقطع على بالنا يزوجوهم ماله ويصالحوا هذيك البنت، ولكن يسكنوهم عندهم يهدئوه يشربوا له دواء يوقفوا ما يخلوش المراه مظلومه كما يقولوا. وش من حياه الشيخ؟ ماشي حياه، ولكن بعض الشر اهون من بعض الشر اهون من بعض، يبلغوا لها وتتزوج بالاراده تاعها، ماشي كيما هذه ما قالوا لها. هذه ما كانش على بالها. بالك نهار جاو خطبوك بالك مدحوه. ولكن ممكن في بدايه الامر لما تقدم لها كان بين مظاهر، ممكن كوني شفتي في بدايه الامر كان فيه هذا زواج تقليدي. عمرك ما تلاقيتيه؟ عمري ما تلاقيته. والاهل تاعك ما يعرفوش ما سالوش عليه؟ يعني كي جاهم خطاب صحيح. شكون اللي يعرفك انت، هو ولا شكون؟ عمته تسكن قدامنا في معسكر. عرفاتك؟ عرفتني. اتصلت به. هو من اين هو؟ من وهران.
قالت لهم راني صبت طفله ما شاء الله وكذا وزكات كنت جارتكم تثيقوا فيها انتوما هكذا. جابوه وصاوه في الطريق ولا شربوا له الدواء باش يكون مرخي ساكت ما يهضر والو ما تفيقوا والو ما يقطع حوايجه ما ينتف شعره ما يطيح ينهي عصبي ما والو قاعد ساكت. انت حسيتي في قلبك؟ حسيت قولي الصح. والله حسيتي باللي مريض؟ حسيت. وما عليك واش قالوا لك؟ كي قلتي لهم يا ودي يبان مجنون واش قلتي؟ يبان ماشي ما درتهاش بصالح العباره مجنون. يبان خفيف يبان كدا يبان روحي واش؟ قال لك لا كي لقيتي هذا الراجل كي مليحه الله مليحه من الفائزين. كي لقيتي هذا راجل برك حمدي ربي وسكتي. هادو معناتها كانوا على بالهم باللي مريض عقليا. قالوها لي. هذه من شكون اللي قالها لك؟ ولكن قالت لك قالوها لي كانوا على بالهم اهلك؟ عجوزتي قالتها لي. واش قالت لك؟ قالت لي امك على بالها. ولكن هذا امر خطير. هذا حديث اخر لانك بعد راح تحكي ربما على علاقتك بالاسره تاعك. ولكن نظن الشيخ انه هذا من مخاطر الزواج التقليدي. كي قلت من مخاطر الزواج التقليدي لانه انت تقبل على شيء راح تشاركه الحياه وانت ما تعرفش اشياء كثيره. سنقول لك استاذي الله يرضى عليك هذا ليس زواج تقليدي هذا زواج الخداع. زواج تقليدي كان صالحه مالنا كاع مزوجين تقليديا. هذا زواج الغدر. على بالك زواجك في الشارع واش يسموه الغرر. وشنو الغرر؟ هو الخداع والغش. على بالهم بلي وليدهم مريض وجاو خطبوا ومدحوه وما قالوا لكش. والعكس صحيح كاين على بالهم بنتهم مريضه عقليا ويجي يقول لك كل صباع بصنعه وهي كل صباع زبله. المقصود بالزواج التقليدي انه مدبر بين العائلتين فقط. يعني الزوج والزوجه ما عندهمش دخل. زواج الخداع هذا حكم الشريعه في هذا الزواج. حكم الشريعه انه زواج باطل. وانما واش قال الفقهاء؟ الامر بيد المراه. الان انت في الشريعه انت اللي تحبي تكملي ولا تحبي توقفيه. يعني بعد ان تبين لك انك وقعتي في خداع وفي غش الان الشريعه تقول لك الامر بيدك. حبيتي تكملي ها الله واش تقولي؟ واحد ما يقول لك لا ولو اكتشفتيه مجنون. حبيتي تبطلي الامر بيدك. هذا زواج انت اللي تكمليه ولا انت اللي تبطليه لانه هو مرفوع عنه القلم. هو حتى لو كان يطلق الان طلقه لا يقع مجنون. حتى اللي كيتزوج زواجه لا يقع. هاكي قلتي انت ماهوش عارفه كاع شكون انتيا ولا لا الصفه تاعك كزوجه يعرفها هو. في الاولى ما كانش عارفها ما كانش مع الوقت حل الباب صاب مرة في الدار ماهوش فاهم في الذهن تاعو باللي انت زوجه باللي يزوجوه. لا كي تجي لحظات الهدوء العقلي يقدر يفهم شويه. هاني فهمتك هكذا. انت بعد هذه المشاكل وكل شيء رفضتي انك تبقاي مع هذا الزوج. رحتي لداركم رفعتي قضيه خلع. رفعت قضيه تطليق الاولى. نعم. للاسباب وكذا. مع الوقت بدات تدير لي المشاكل. شكون؟ دارنا في دارنا. يعني داركم رفضوا ما حبوش حتى يستقبلوك لعندهم. خوفيه ومن بعد خوفيه رفعي قضيه خوفيهم بالقانون. ولكن رجل مريض عقليا كيف يخاف هذا؟ ما دارهم يخافوا باش يقبلوني. اما انت وليتي في مشكل مع دارهم تزوجتي بدارهم. انا يقول لك يا اختي هذا الانسان حتى لو هذه قضيه رفع دعوى تطليق اي خطا. لان المراه ترفع دعوى تطليق من زواج صحيح. يعني يقع الزواج الصحيح ثم ترفع دعوى تطليق. واش دير هنا؟ انا نقول لك انت رجل مريض عقليا واش دير؟ زواجه لا يقع. اذا ما رفعش دعوى تطليق تروح ترفع الشكوى تطلب باللي هذه مخدوعه لان القاضي يحكم لك انت تكملي ولا تبطلي. رفعت ترفعي دعوى تاع الغرر. ايش فيها كلمه غرر؟ يعني يا ناس خدعني. تقوم في القانون هذه من الناحيه القانونيه استاذ. الامر يتعلق بعلاقه زوجيه. العلاقه الزوجيه منظمه بقانون الاسره. تتحدث على كاين ثغرات مجالات مدنيه او مجالات اخرى ولكن في قانون الاسره الامور محدده. ما يحددش الغرر يعني الخداع. كاين طلاق تطليق خلع. التطليق فيه 10 اسباب ممكن تكون سبب من الاسباب هي رحت لها من بينها السبب ان هذا الشخص لا يمكن ان تكون مع حياه زوجيه باعتبار انه شخص مريض عقليا. صحيح. هذا هو السبب اللي تقول بانهم خدعوها غشوك خدعوك. دوك نقول لك في الشريعه انسان يشترط عند الزواج ان تكون البنت بكر ثم يكتشفوها ثيب. هذا غرر. هو تطليق للضرر. غش. تطليق للضرر ممكن يكون ضرر معتبر شرعا. فتطليق للضرر من بين اسبابه انه تزوجت بشخص
وجدت فيما بعد انه مجنون، خلاص نطلب الطلاق لاني مضروره من هذه الوضعيه. حنان، انت فقط ما خدعوكش لانه مجنون، بل اكتشفتي انه داروا عليه حجر. دايرين عليه حجر اكيد، وكذلك لوسك حاول يعتدي على وليدك. كل هذه التفاصيل حين نخوضوا فيها، لكن مشاهدينا بعد هذا الفاصل. يعني جابوا ممرضه للابن تاعهم وهنات لهم بعض الشيء منه. مالك تخلصوا منك. الدواء تاعه يبيعوه، ما يمدولهاش الدواء تاعه، يبيعوا على اساس حبوب مهلوسه بالحبه. انت كنتي على بالك بلي وليدها مهبول، صح؟ لا مريض، صحيح مريض. طفلة براسها، ما اعلنت باباها على وليها. إذا مشاهدينا، مواصلة قضية حنان وزوجها المريض العقلي. حنان، قلنا أن انت داركم رفضوا فكرة أنك تطلقي وتقعدي معهم في الدار. عاودتي رحتي للدار وحبسوك كذلك في الدار، ما خلاوكش تواصلي الإجراءات. عاودتي وليتي لدار عجوزتك، ولتما كانوا كاينين أمور جديدة اكتشفتيها، من بينها تفضلي. من بينها الدواء تاعه يبيعوه، ما يمدولهاش الدواء تاعه. يبيعوه يخرجوا الدواء بصح يبيعوه. يجيبوه باسمه ويبيعوه. معناتها وليدهم هذا دايروا للاستثمار. وهذيك الاموال تاع الدواء تاعو ينفقوها عليك؟ لا، هما يجيبوه باطل. نعم، يبيعوه على اساس حبوب مهلوسه بالحبه. خاصه وانه ما يبيعوش في الصيادله. يعني حتى لو كنت عارفين بانه لما حجروا عليه المنحه شكون ياخذها؟ ياخذها الشخص اللي حجر عليه، لانه قانون الأسرة يتحدث في المواد من 101 ل 108 في 8 مواد عن الحجر. الحجر هو يخص كل شخص بلغ سن الرشد وهو مجنون أو سفيه أو معتوه، يعني نقدروا نحجروا عليه. المنحة اللي كان يأخذها تاع 4000 دينار، حتما يكون مريض 100% يأخذ منحة 4000 دينار مثله مثل باقي الأشخاص. يأخذها الشخص اللي حجر عليه، اللي هو الأب تاعو ولا الأم تاعو. يعني زيادة أنهم يبيعوا الدواء تاعو، يزيدوا يديروا هذيك المنحة ويزوجوه ويخلوه في الوضعيه هذيك، يعني هما يصرفوا عليه. كيفاش اكتشفتي بلا من يبيعوه؟ كنت نسمع. الوصفات الطبيه يزوروها ولا حقيقيه؟ ما نعرف حتى حاجه انا، ما لان بالوصفه الطبيه الواحده يجيبها لك الكميه، ولكن ثبت ان بعض المرضى يستغلوهم مالهم في تجاره المهلوسات عن طريق المريض، يزوروه شحال من الوصفه ويخرجوا كميه كبيره للبيع، وهي اموال تدير اموال كبيره. تجارة المهلوسات يعني. الموضوع اللي تقولي فيها خطير جدا لو ثبت، يعني خطير جدا صحيح. أنا حاب نقول لك حاجة يا أختي واسمحي لي، يعني رغم أن الكلام اللي حنقوله لك راح يكون شوية جارح، ولكن لازم نقوله. المثل يقول يجب فتح الجرح لمداواته. الطبيب يفتح الجرح باش يداويه. أنت وقع لك واحد الفتنة موجودة في الجزائر تسمى التخلص من البنات. مالك تخلصوا منك، على بالهم بلي مجنون، ما يقدروش يقولوا ما على بالناش. وقالوا كي قلتي لهم انتيا تصوري انت جاو يخطبوك، يا اخي العاده طفله كي يجي يخطبوها تكون حشمانه ولا لا حشمانه مكمشه مخبيه، تشوف بتخبيه المهم، ولكن انت فقتي بلي ماشي ساوي هكذا. قلتي لهم معناتها هما اللي قعدوا قدامه وشربوا القهوه ولا تيتو قصروا ما عرفوه، ولكن واش قالوا لك؟ السكتي كي دبرتي يا راجل بركي ما هذا. واش قالوا لك؟ قولي انت. راكي مليح، راكي لا تنسى، راكي لا تنسى. هذه عمليه وما عجوزتك قالت لك باللي كنت قلت ليماك باللي هذا عمليه تخلص من البنات. المهم برك يتخلصوا منك، اي صايا يعني طفله ما يهينوها الى درجه المهم خرج علينا. ولما اكتشفتي بانه مجنون يبيتك في السطح، شكون يقبل بنته تبات في السطح؟ شكون يقبل بنته يرموها من الدروج؟ واش قالوا لك؟ ما توليش لينا، لان عندهم الطلاق عيب هكذا. شوف مادام فتحت الجرح نكملوا. قولي استاذي نكملوا نفتحوه. لا قولي استاذي ماشي عيب كي داو لها الغش والخداع، عندهم عيب كي تطلب الطلاق. ولكن ايضا الشيخ مادام فتحت الجرح انا نقول لك انت قلتي من اول يوم عرفتي بانك مع زوج مجنون، ولكن رغم هذا بعد سنه او سنتين درتي مع اولاد. يعني انا نشوف الناس دائما يخلقوا الناس يخلقوا حالات ويعيشوا حالات ومن بعد يعرضوها كمشكله، يعني انت زدتي عمقتي المشكله، أزمت ربما الوضع. نعم. قبل ما نروحوا على نهضروا على وليدك، اكتشفتي انه باباه دار له الحجر. بعد ما اكتشف هضرت معاهم، قلت لهم ما نقبلش الحاله هذه،
يعني يبدا يعالج على يكمل العلاج تاعه، وانا نوقف معاه وكاع، مي بصح ماشي بهذه الطريقه باش تجيبوا الدواء تاعه تبيعوه وكاع. قالوا لي تي الا بغيتي تخرجي خرجي، هما على بالهم ديجا دارنا ما قابلينيش، زادوا ضغطوا عليا. أستاذ، هل الزواج صحيح هذا عنده حجر وتزوج، والعقد كيفاش؟ هل كل شيء صحيح لا، من الناحية هو ما يروح القانونية؟ يعقدوا واحد، ولا واحد يعرف كما جاو في اول الامر، واحد ما يبانش عليه الجنون ويروحوا البلديه يعقدوا ما يبانش عليه الجنون، يبان شخص عادي. اكثر من ذلك القانون واضح، يقول لك كل تصرفات المحجور عليه في الماده 107 من قانون الاسره، كل تصرفات المحجور عليه باطله بعد الحكم عليه. يعني يحكموا عليه اليوم، ابتداء من اليوم كل تصرف يقوم به باطل، لانه ما عندوش مسؤوليه، لان القاضي قرر بان هذا الشخص بعد استشاره خبير في الامراض العقليه قرر بان هذا الشخص ما عندوش مسؤوليه، ما عندوش تصرفات يقدر يديرها، غير مسؤول، كل شيء انقل كل الصلاحيات نتاعو التصرفات المدنيه والاداريه الى شخص اخر، وهو اللي هو المقدم، الاب او الام او احد الاقارب. اذا كل شيء يقوم به باطل، وهذا الحكم تاع الحجر يقدر يكون اساس باش تبطل عقد الزواج، باش تبطل كل التصرفات اللي يديرها، لان القانون واضح، كل تصرفات المحجور عليه باطله بعد الحكم عليه. يعني كلش باطل. نعم. شيء. لا سني، بما ان الحصه تاعنا تعليميه، انا نحب الناس باش ما تفهمناش خطا. زواج المجنون في الشريعه الاسلاميه راهو صحيح، بمعنى اذا زوجه وليه، الولي تاعو كان يرى ان هذا لا يهدأ او لا يستقر، وانما اللي وقع لك انت وقع خداع، ما بلغولكش. يعني لو كان مثلا انسان عنده ابنه مريض عقليا، راح خطب له من العائله وقال لهم عندي ابني، ووافقوا، لعل هذيك المراه قد تكسب اجر عند ربي، اخدموه، المهم يبلغوا لها. هنا الزواج صحيح، المجنون يزوج وليه. لكن تي زواج الغدار، زواج الغرر، الخداع، جاوا قالوا لك انا جبنا لك، نعم. قالوا لك كي دبرت يا راجل كيما هذا شكون؟ وهذا اللي قالها هذا الكلام راهو معنا على الخط، ربما الوالد ديالها هو اللي قالها دبرتي راجل يعني راكي مليحه. الو 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 سيدي، نعم راك تسمع فينا؟ الو، أنا نسمع فيك، أنا نسمع فيك. مرحبا بك معنا الحاج، معك برنامج ما وراء الجدران من قناة النهار. راهي معنا بنتك حنان. ساعة سكين. شكاين هو انه حنان جات البلاطو تقول انه انتم زوجتوها بمريض عقلي يعني مجنون، وعاشت معه مشاكل كبيره وكذا، وحبت تطلق، لكن انتم رفضتوا طلاقها وقلتوا لها كي تزوجتي بهذا المهبول يعني راكي مليحه. واش تعليقك الحاج؟ الله أعلم، أنا تحكي معاك يجي هنا يهدر نورمال، والله أعلم بنتي أنا وش نعرف. ايه انا شفته هذا كان مريض من الضرب الاولى، دار واحد القصيده زمان هو صغير، بس مانيش عارف انا كي جا عندي هنايا ويهدر نيشان، مانيش عارف في حاله يدور ولا لا. يعني انت ما كنتش على بالك باللي مريض عقلي؟ وهذوك النهار ملي كانت صغير مرض دار قصيده ومرض عند بوه هو صغير، انا ما نعرفهمش يا بنتي. وانت لماذا لم تسأل عنه؟ أنا ما سألتش عليه، واش كنت تدير؟ لا لا، هنا يقول لك بلي كان على باله بلي مريض لانه كي كان صغير، ولكن انا نحكي اللحظه اللي جا خطبه قال جيناكم بالحسب والنسب، علاه ما رحتش سقسيت عليه؟ تسال عليه، تسال على اصله وفصله، واش هو يدير، واش يخدم، قاري ماشي قاري، خدام ماشي خدام، تسال عليه كما يسالوا الناس كاع. هاودي واش تعرف حنايا ذوك حنا من يديك واحد يكسبه يعني نيشان وكذا ولا غيره، شا تعرف فيه؟ لو كان يجاوره تعرفه، لو كان في البلاد تعرفه. انا والله لا خاطيني كاع في الوسمه تاعي احتاجني على ذي الشيره. الحاج هذا جاي يطلبك في الطفله، ما جاش قال لك اعطيني راح يشري لك زربيه ولا تلفزيون. هذه طفله لازم تسقسي عليه، يعني كيف ما تسالش عليه؟ خاطيني الحاج، كيف خاطيك هذا؟ انت وليها. اسمح لي، انا دروك هذه قضيه تاع السيد ويعرفوا بعضهم بعض وكذا، وما يسقسوش على الجداره وعلى الاصل والو شتفهم فيه. على واش يسقسيو؟ اذا ما يسقسيوش على كل هذا الشيء، على واش يسقسيو؟ انا بنتي ما عرفتهمش انايا، اذا هو مريض كان مريض صحيح، قالوا مريض كان من الساعه اللي كان صغير، ولا كيجي عندي يهدر هكا وكذا ولا غيره، ما عشرت معاه ما والو. الحاج انت كنت تعرفوا هذا الرجل، تعرفوا من قبل؟
ما نعرفش خاطيني انا نقولوا بالله ما داصرته ما جاوبت. المهم زوجتوها الحاج. هاو كي دير هاو اليوم تخلي بنت عندك هنايا نقولوا تقبض رحمتها خير ما تبقى نقولوا ما ترغي في الخيمه هاو يعني المهم تزوجها. يعني هو يقول افضل من تبقى له في الخيمه. نعم. يعني يزوجها مهما كان ولو لرجل الحاج مريض. على بالك باللي هذا الراجل اللي زوجتوها به يعني كان يضربها، كان يرميها من الدرج، كان على بالك بها؟ كانت تقول لك هي كانت تقول هكا بنتي بصح انا لا والو منين نجي هكا نظرها انا نقولها وليها في ديريها الصبر والنظره هذه هو بالحق تاع ربي حوسوا غير باه يعشروا بعضهم بعض. نعم. اي ما غادي في العشره هي ساعه كي دوك حسا كي دوك الغراويين اللي ساعه يديروا خيمه ساعه ينوضوا واش تفهمي فيهم. واش علي عمي الحاج؟ دوام الحال من المحال. انا حابك تسمعني واش راح نقول لك. اسمعني الله يرضى عليك، وانا لا اقول لك الا حقا والا صدقا ان شاء الله. الان بنتك في محنه، اذا زدتوا انتم ما قبلتوهاش تجي للدار وهي عايشه مع مريض عقلين يرميها في السطح ويرميها من الدروج أنا حابك تقبلها الان، يعني بنتك توقف معها في كتافها. واش عليه وقع الخطا الاول ما يزيدش يقع الخطا الثاني. يعني انت لو كان بنتك تجي للدار تقبلها ولا ما تقبلهاش؟ ايوا انا اسمح لي انا يا والله يا من اللي رحت من عندي جات بالك هي اللي راهي ثما والله اللي عيط لها في تليفون والله ما رفدت للان. جيد والله جيد. انا جيد قال لك اني قابل او يعيط لك واحد. الحاج نعم الحاج على بالك وين راهي اليوم حنان؟ على بالك بنتك وين راهي؟ بنتك على بالك وين راهي؟ يا والله لا نعيط غير باه نشوفها وين راهي ولا تقول لي ها وين راني والو والله. راهي معانا جوستومون، راهي معانا في البرنامج. اذا حبيت تتكلم معاها الحاج هضري مع باباك. جاوبي. اي تسمعك الحاج تفضل. جاوبي باباك. الو هو انت يا بنتي كي ملي روحتي من عندي انا زارك ثم ما نعيط عليك والو راه عندي نسيبي يعيط انا امها خوها هاو انت كي صرا لك هاك انا قلت راكي في دارك انت مولا خايمتك كيما بكري تزعفوا وتعاودوا تولوا كي بكري. هو من روحتي من عندي ما غاديش تقولي لي وراني. جاوبي بابا. هلو كان قلت لي غير وراني نجي انا كيفاه ما نخش معاها ولي كبرتها. قال لك واحد قعدنا نفهم ونكبر في ما نعرفهاش. هذه يقبلوني ما يقبلوش الطلاق تاعي. الحاج هي عندها مشكل راهي حابه تطلق. قوليها له انت. انا ما نعاودش نولي عند هذا الناس. الا تقبلوا الطلاق تاعي نرجع للدار، ما تقبلونيش كمطلقه انا ولدي ما نعاودش نولي. يا كنت يا بنتي مولا خنتك راه اختاريها وكيلا ما تحملتوش انا بنسيب عليك. هي راهي حابه تطلق الحاج. ما خالها تكمل تعيش مع هذا الرجل. انا كي ندخل بيناتهم انا ما نجمش ندخل بيناتهم. لا تقدر تدخل بيناتهم. كيف ما تقدرش تدخل؟ زوجها من راجل مريض عقليا. الحاج اسمع واش راني نقول لك، بنتك لازم ترفدها وتوقف معاها. هنوقف معاها توقف معاها ماهيش قادره. سامع سمعت واش راهي صايرها؟ رجل مريض عقليا. اخويا انا يا دبر راسها خاطر اخرى لا ها شفت تدبر راسها في النهايه. طفله تدبر راسها ما لا علمتها باباها على وليها على ولدتها. اسمح لي يا سيدي ما رانيش راضي عليك. اسمح لي اسمع واش راني نقول لك. تلاقى مع بنتك تلاقى اسمع منها خلينا بالطلاق. اسمع منها حياتها. اذا شفتها عايشه سعيده انا نجي معك نردوها لدارها. اذا سبتها بلي راهي في شقاوه لازم توقف معاها. وانا لو كان ندخل بيناتهم ولا هي متراضيه ولا غدوه تقول لك منا ولا اليوم هكا ونعشي ثاني في مشكله علاه. او خايف يتحمل المسؤوليه يعاونها على الطلاق بعد تدوري عليه. ابي يديروها انسى او خايف. راهم اسمع لي راهم يدوروا عليك يقولوا لك لو كان ما ابوها ولا صح. هذه كاين منها صح. انا نقول لك حاجه. هذا الحاج يبان طيب والله. خليني اقول لك يا اختي او خايف يعاونك يوقف معك يوقع الطلاق غدوه تدوري عليه يا بابا انت طلقني. واي صاريه هذه. ها هو مسكين ماشي نيتو. كي نروح لدارنا ماشي هو اللي عنفني. الحاج كلمي الحاج نقدروا نتكلموا مع يماها.
راهي هنا جات. جوزنا خالتي خيره اذا قدرت. واه صحيت الحاج ربي ينورك. وعليها مرحبا بك معنا خالتي خيره. الحاجة كي راكم دايرين اخباركم؟ الحمد لله، وانت اخبارك صافا؟ هاني بخير بنت امك، شكاين بنتي مالكم؟ ما غير خير ان شاء الله. راهي معنا حنان في بلاطو ما وراء الجدران خالتي خيره، راهي تقول انه على بالك بلي راهي في الشارع اليوم، راهي لبرا ماهيش في دارها وما راهيش عندكم في الدار، راهي حابه تطلق. كي بغات تدير؟ بغات تطلق. هي كانت تطلق. نعم ها انا بغات تطلق. بغات تطلق لانه هذا مريض بنسبه 100% وكرهت المعيشه معاه 6 سنين وهي عايشه هذه المعيشه وما قدرتش تزيد تحملها، وراهي تقول انه نتوما تحشموا انه بنتكم تولي لكم للدار مطلقه في معسكر. واش رايك الحاجه، صح وراجلها مهبول؟ لا احنا ما عرفنا كاع الشكاين، ما هضرت معانا ما بغات علينا ما قالت. 6 سنين يا الحاجه، بصح 6 سنين هذه 6 سنين صح الحاجه. شوفي اي تقول عجوزتها قالت لها بلي انت كنتي على بالك بلي وليدها مهبول، صح؟ لا مريض، صحيح مريض صحيح مريض. واه يعني انت على بالك بانه مريض عقلي. كيفاش قبلتي تزوجيها؟ قالوا عارف الصغر وحنا ما شفناش يا ودي، من راحت عندها ثاني يحكي هكا كينا. بصح خالتي خيره انت تزوجي بنتك براجل مريض. قالوا ما نعرفها شي. نعم ما نعرفها شي انايا. ودرك الحل كيفاش؟ مالا شكون زوجها؟ اذا ما باباها زوجها ما انت شكون زوجها؟ الجنون جاو زوجوها. قطعت المكالمه. ايمان من فضلك نعاودوا نتصلوا بها. الاخت باش ما نظلموش باباك من فضلك. صح صدقيني. باباك قال باللي انايا شغل نخاف نروح نشجعها ونوقف معها الطلاق ومن بعد تدور عليا ونقولوا. لكن الشيخ شوف ايضا شكون اللي ياخذ القرار في هذا البيت. جيد هذا الام يبدو انها كي تعرف شكون صاحب القرار. يبدو انه رجل طيب وقال لك قالوا له بلي بكري زوجك دا قتل ولا حادث مرور هو اللي صرا له روطار في ولكن يماك تقول انه صحيح مريض، تعترف انه مريض. ويماك تؤكد انه مريض. باباك وجهه نظره صحيحه. شحال من طفله تجي تشتكي لماليها طلقوني 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 ومن بعد كي يوافقوها ويطلقوها تدور عليهم. الشيخ القرار ماهوش في يده الان وكل شيء واضح. يبدو هايلك خلاص ماهوش هو اللي قرر وهي تعرف الوضعيه. اذا عرف السبب. هي الان بين نارين، بين بيت زوجها ما تقدرش تروح لانه حاله شقاوه، وبين بيت اهلها ايضا قالت لك فيه تعنيف وفيه ماشي بابا. والمشهد واضح الان، هي في الوسط لذلك هي في الشارع الان. نعم حنان، يعني يا تحملي هذا الراجل يا تعيشي في الشارع هكذا لانه رفض اطلاق. كيفاش ديري حياه الشارع مليحه هذه الحياه؟ ماشي مليحه بصح ما نكملش حياتي هكا. عندك طفل ما نكملش حياتي بالعوده لهذا الطفل. كنت قبل قطعت الاستاذ، اذا قلت لنا انه 8 شهور وكان فيه يعني ما كانش في علاقه بينك وبين زوجك، ربما كيفاش تفسري خاصه انه مجنون يشرب الدواء يجو انهيارات عصبيه؟ خاطر انا قعدت 8 شهور من بعد ما رفعت القضيه جاني للدار، ومن بعد كريت انا وياه عند خويا. كرينا دار عشنا وحدنا استقر مام ولا مليح. ربما ولا يشرب الدواء ما يتباعش الدواء ولا غايه مليح. مام التصرفات تاع ما بين يعيش في دارهم وعايش معايا وحدي وانا منفرط له كلش لهنا الراحه. مام خويا كان واقف معانا بصح دارهم ما خلاوناش ترانكيل. خلاص بما انه راهو برا مديب راه كيشرب دواء يولي مليح وكنتو كاريين، علاش تحوسي تطلقي؟ علاش ما تعاونيهش دارهم ما يخلوناش هانيين. مام كاريين ما شهر قعدوا يديروا لنا في المشاكل مع خويا الزرايس البيع تاع نجموا تتصلوا مع خويا كيفاش كان الزرايس تاعهم. فهمي يا اختي، زوجك كان مصدر مالي استثمار بالورقه تاعو الطبيه نروحوا نجيبوا الحبوب ونبيعوها. انت نحيتيه من الدار رحتوا سكنتوا وحدكم تسمى ولا يشرب دواء ولا هادئ ولا مليح، نحيتي لهم مصدر مالي والناس على جال مالهم كاين يقتل باباه. مصيبه. قولي لي برك مين كنتوا تعيشوا؟ هو ما يخدم ولا ما يخدمش؟
ما كاش من عند باه ناكلوا يجود عليكم المحسنون ولا ناكلوا ونشربوا من عند باه من عند بوه من عند باباه؟ انت كنتي راضيه بعض الشيء بهذه الحياه يعني ما رضيتش لا لانك لما خرجتي رحتي معاه كريتو عند الاخ تاعك الله يحفظك قبلتي نوع من الحياه يعني وقلتي كانت حياه مستقره وجبتوا طفل معناتها ما تقوليش بلي انت من اول يوم انت ما كنتش راضيه الى اليوم يعني مرت فترات وين كنت راضيه كنت قابله راضيه نعم نقول لك انت واش وقع لك انت وقع لك كيما السمكه كي تطيح في الشبكه تاع الصياد وتبدا تزعبط وهي ما على بالهاش بلي كل ما هي تزعبط هي تزيد تلف الشبكه عليها. انت كنتي في بالك بلي انت فتي طحتي في الشبكه خلاص كيفاه تتخلصي بالطلاق ما تقدريش مالك ضدك تبقاي معاه السمن على عسل مستحيل رجل مريض مالا بديتي تحاولي تصيبي حل زعما نروحوا نسكنوا وحدنا وبالك تماك نولوا ملاح. واش اللي خلاك ماشي ملاح في هذيك ان ماليه لاحقوه صح الى ما هناوش الى متى يبقى لو تيتر تاع مطلقه عار في مجتمعنا؟ لكن هذا نطرح سؤال قولي كاين نساء عايشين مع رجال عاقلين وما همش حاملين الشيخ الله يحفظك فما بالك برجل مريض. لا نزيد لك حاجه والله تحيه والله كاين نساء تزوجوا برجال وصابوهم مخلخلين ويعني وين يبان راجلك وصبروا وحملوا داواو واش تحب. انا لو كان تقولي تسقسيها تصيبها ولكن وقفت وصبرت. ومع العكس ايضا انا جاوني رجال تزوجت فوجئ بامراه مجنونه وصبر معها لكن الجنون انواع ورجال انواع والنساء انواع. ولكن تسمحي لي النظره الى المطلقه لما تكون في بيت غيرك يعني الناس الان العائله بعض العائلات ما نقولش دائما كل العائلات ما يقبلوش لما تكون مطلقه في بيت غيرهم ولكن في بيتهم يقبلوها. لما مثلا بنهم لما يتزوج بوحده مطلقه ما يقبلوش ولكن لما بنتهم مطلقه يحبوا يزوجوها. صح. يعني هذا هو التناقض اللي وقع في المجتمع وهو انا اقول لك في الاول والاخير هو تفسير تحكم الانانيه في الانسان يعني الانسان يشوف غير نفسه يشوف مصلحته يشوف المحيط الصغير نتاعو ما عدا ذلك فهو لا يهمه. شوفي انا نعطيك حاجه اي في قلبي ما نخبيش عليك اللي رافض طلاقك هو اللي زوجك. العجوزه اللي خدت قرار انها تمدك وهي تعلم ان هذا رجل مريض عقليا يا دار الصفقه واش وقع تحت الطاوله هي اللي راهي ترفض عودتك الى البيت. لا باباك ولا خوتك مساكن واحد ما عنده هضره معاها هي الصح. هذه هي القصه. علاش حبوا يزوجوك انتم بزاف؟ لا احنا ثلاثه كامل. عيشه سمحي لي فقط نطرح سؤال واحد فقط. نعم. اذا ممكن تحكي لنا على علاقتها بالام تاعها. مليحه يكون جايه ضيفه من بيت شيخي تكون مليحه تعاملني غايه وكاع بصح من بعد تسمع تعرف غادي نقعد باش نرفع قضيه ولا باش كما نقولوا فتره هذيك تاع الغضبه ولا ما يعني امك ما تخممش على مصلحتك تخمم على واش يقولوا الناس تخاف من العيب اكثر من الحرام. العيب والعار يعني كيف امراه تطلق معناتها فيها عيب ولكن العيب لما خدعتوها العيب لما غشيتوها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. هم يروحوا يفسروها غير اذا غشينا زعما في السميد هذه غش ايضا. حنان انت تنحدري من بيئه محافظه جدا جدا كيفاش قدرتي تخرجي من الدار؟ او شنو هو الدافع اللي خلاص خلاك ما تقدريش تزيدي تحملي وخرجتي من الدار؟ صرات لك حاجه؟ صرات لي اللي هي نقدروا نعرفوها؟ صرا لي اعتداء انا وولدي. عليك ولا على وليدك؟ عليا وعلى ولدي. عليك وعلى وليدك اعتداء من طرف؟ من طرف خوه حاول يعتدي عليك هو الشيء اللي انت رفضتيه ودفعك انك تخرجي من الدار. داركم حكيتي لهم باللي حاول يعتدي عليك واحد ما على باله ماليه شيخك عجوزتك. ولماذا لم تذهبي الى الامن يا اختي؟ هي محاوله ولا اعتداء ولا فهمينا يا اختي؟ يعني صدمه كي قلتيها الان. محاوله. وكان عليك ان تذهبي الى الامن كي ما عرفتي طريق البرنامج هذا. جيتي معسكر ولا من وهران؟
من ورا. كان قاعده تهبطي غير انت ما عند الشرطه وتحرم محضر باش تحمي عرضك، لان من يحميك انت يا اختي؟ الراجل تاعك مريض عقليا، يماك رفضتك. وماذا يتغير الشيخ في الوضع؟ انا الدوله تكون سامعه بها يوفوا لها حمايه فما بالك اكثر من تقول لهم الوضع انها اعتداء. تعيش مع مجنون والدوامه اللي عايشتها فيه، ومن بعد انت تقول لها تروح مصالح. حقيقه هذا هو التصرف السليم، ولكن واش راح تربح في الاول والاخير؟ يعني حتزيد مشكل ثاني. والحمايه لا، شكون يحميها؟ انا ناكدت باللي الاهل تاع الزوج تاعها راح يوقفوا معي بينهم. صح. راح تولي هي في موقف متهمه، ما توليش في موقف ضحيه. هذه الحقيقه. يعني شوف انت تنتقل من مشقه الى مشقه اكثر منها، من ضحيه الى متهم. ثم ليست هناك، ما عندهاش عائله تساندها ولا توقف معها ولا ياخذوها للبيت. راح تزيد تفتح لها ابواب، مسكينة، انا راهي نفسها في ابواب الشارع. جهنم. بدليل انها اليوم في الشارع وحدها مع وليدك، مصيركم مجهول الان. وش الان يمنعك تروحي تطلقي بما انه انت خرجتي لبرا؟ ولم ما رفعتيش دعوه ضلال؟ رفعت دعوة طلاق كي رافعه وراي لاحقه القضيه. في الجلسة الأولى في السمانة هذه. كيفاش حنان ماشي سهل ربما كي تحكي لنا هذه المأساة وكذا، كيفاش حنان راهي تشوف في حياتها مع وليدها الآن؟ كي نبعد عليهم هي كي نبعد على بيت شيخي، الشارع أرحم لي من العيشة عندها. حاولتي يعني مع داركم والو ما حبوش؟ هي راهي تصلح في نعم. وضع خاطئ بدا. يعني الشيخ عائشه شوفي معايا ايضا، الزوج يدخل الى البيت يكون متعب، زوجته تنزعج لانه ما يهدرش مثلا ولا ما يقولش كلام. نعم. تخيل انت انسانه عايشه مع شخص مريض عقليا، يعني تولي تاثر روحها ولا تولي معرضه لكل شيء، بدليل انه سمعنا كثير من الحالات وين القتل من طرف انسان نعم مرض عقلي. من بعد يقولوا الاهل تاعو الغالب كان مريض عقليا وفي الاشهر الاخيره زاد عليه الحال وقتل زوجته. هذه حالات موجوده. هنا في العاصمه مؤخرا نحى لها عينين يماه، عينيها نحاهم في دارها، نحى لها عينيها لانه مريض. فانت كنت عايشه مع انسان مريض، يعني هذه الحقيقه ما نقدرش نخفيوها. يعني احنا انا حاب الناس يفهمونا، الله يرضى عليك. احنا ما ضدك يا مريض المرض هذا كاين في الدنيا. احنا رانا ضد الغش والخداع. نهار جاو يخطبوك كان عليهم انهم يصرحوا ان عندنا وليدنا مريض عقليا. قبلتي ما قبلتيش تماك تتحملي مسؤوليه. هذا هو الزواج. ولكن نجو نخطبوا ما نبينوش بلي ولينا مريض ويجي دوم عليك قالوا لك كي ديتي واحد كيما هذا راكي محظوظه، وليتي تشوفي روحك انت طيري الله يبارك راكي ما شاء الله. في النهايه ستراك في مواجهه رجل مريض وخوه يحاول ان يعتدي على شرفك. فهمتيني؟ نعم. انا انصحك ان تلجئي الى الامن مهما كان الثمن. ما كاش حاجه فوق الشرف تاع المراه، ما كاش حاجه فوق الشرف تاع المراه. حنان، باباك قال انه كان او يبحث عليك يحاول يتصل بك، علاش ما تهضريش مع باباك؟ ربما توصلي انك تقنعيه. علاش هكا ترفضي تهضري مع باباك؟ نعاود يصراو لي ضغوطات ونعاود نتنازل على القضيه ويعاودوا يردوك ليه. يعاودوا يردوني. وانت كي خايفه هذه المساله. عادي. ما لا نديروا نداء لبابك ويماك وخاوتك ومالك واخوالك وعمومك وجدودك واهلك وناسك. انتم هذه بنتكم، روحوا افدوها وقفوا معها. ان وجدتموها على حق ساندوها، ان كانت على باطل ادبوها. ولكن باش تخلوها هايمه هكذا في الشوارع عرضها غير مصان لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش المرض والموت قال اوصيكم بالقوارير، يعني القاروره المراه كالقرعه اذا تكسرت كارثه. يعني انا يبان لي انت مشكلتك راهي ماهيش مع رجال، هاي معنسه. انت مشكلتك معنسه، كاين امراه ماهيش حباتك تولي، هذا ما كان. خايفه على سمعه القريه ولا القبيله ولا الدار ولا واش يقولوا عليها ولا. حنان، ربما في كلمه اخيره او واش تقولي لباباك اللي يشوف فيك ويماك نقول لهم راني نعاني في هذيك الدار، ما تخلونيش فيها، وقفوا معايا. مستحيل باش نكمل حياتي مع هذاك الانسان. كاين حاجه نقولوها للمالين هذا الرجل ايضا،
حتى مالين الرجل أستاذي إذا أصابوا المرأة بسبب وليدهم ويعنفوها ويضربها لازم مالي حتى يكونوا عقلاء ويدخلوا. حاولتوا تزوجوا وليدكم ووقعت مشاكل، ادخلوا، كون فيكم رحمة يعني. وش من الحياة هذه؟ المرأة مشردة ورجل مريض الأهل دائما مع أبنائهم حتى ولو كانوا على ضلال أو كانوا على باطل يعني. كان في وضعيه ومن بعد وجدوا له زوجه، شكون ممكن يعني تظن باللي راح يوجدوا نفس الوضع يوجدوا له زوجه اخرى؟ راح يكون صعب، مش مستحيل ولكن يكون صعب. ولكن هم الان امام امر واقع يعني ربما هنات لهم شيء من وليدهم، هي ناشطه اكثر، ممرضه، هي ممرضه اكثر منها زوجه يعني. جابوا ممرضه للابن تاعهم وهنات لهم بعض الشيء منه، ما يقبلوش يتخلوا عليها لانها اصبحت الان مكسب. ما يزيدوش يصيبوا واحد اخرى الا بالخداع والغش تانيك يعني. واش تقولي لنا في الختام حنان؟ انت راكي تطلبي مساعدات باش يعاونوك الناس. لازم باباك يجي يديك يا اختي. المراه عندها محارم تاعها. باباك اذا يسمعها واحد نفض الغبار على روحك، واحد دي بنتك خليهاش ضايعه. باباها ثاني شيخ ما لازمش يجي وحده، مع من يجي لازم تجيبوا زوجته. السلطه تاعو يماها، لازم تجيبوا زوجته اللي هي يماها طبعا، صاحبة القرار. صاحبة القرار، هذا هو يعني خلاصة كل شيء. إذا كان يا صاحبة القرار شوفي قرارك، بنتك راهي ضائعة، أنا نخشى عليها. الحمد يا ربي أن بنتكم شريفة وعفيفة، وإلا راهي دنست الشرف تاعكم في كل مكان. شوف هاي طفلك مربية صح، هاي في محنة والتجأت إليكم، عاودوا ردوها إلى بيتكم واحموها. واش تقولي ليماك؟ طالب مساعدة. نعم يماك واش تقولي؟ كيف يساعدوها؟ يساعدوها الناس ممكن. نعم. وهي حابة تطلق في المحكمة. لا، لأنها بدون دخل، عندها طفل في الشارع. في الشارع يعني نظن هي. أنا نقول لك سكان وهان ما يضيعوكش بإذن الله، والله صدقيني فيهم الخير والبركة. جاء إنسان باش يبني مسجد في أليكانت في إسبانيا، جاء شاف واحد المحسن فلسطيني في لحظة أعطانه $100,000 ويبكي، قالوا صدقة على بابا. ماذا بينا رجال الأعمال والصالحون والصالحات في وهران عاونوا هذه البنت، عاونوها كي لا تضيع، وأنتم أهل حمرونا وتنا إن شاء الله. على بالك تسمعوا دوك هي تخلي الهاتف تاعك أنت لهنا، اتصلوا بنا نوروا لكم وين راهي إن شاء الله. وجهي لهم نداء كذلك ها حنان. ما قدرتيش. تحبي تقولي في الختام كلمة أخيرة؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا بهذه الدموع احنا نجدوا كل واحد يقدر يساعد حنان، يعني ما يبخلش عليها إلى حين تفصل القضية، قضية الطلاق اللي رفعتها. إذا متواصلين معكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل وركن دير الخير. مشاهدينا في ركن دير الخير معنا السيدة مريم، مثال للمرأة والأم المناضلة، حيث أنها جعلت من المستحيل ممكن من أجل بنتها أصيل. السيدة مريم حاضرة معنا في بلاطو ما وراء جدران، نرحب بها. مرحبا بك سيدتي. قلنا أنه أنت الأم المناضلة لأنه عانيتي مع مرض بنتك أصيل 3 سنين، يعني فقدت النطق، مقعدة كذلك. احكي لنا كيفاش حتى لحقت لهذه الحاله أسيل في افريل هذا اللي فات جاها التهاب السحايا بالفيروس الهرباسي. جاها اللي منه اللي فقدت كاع المكتسبات اللي اكتسبتهم، مثل المشي، الجلوس، النطق، الكلام، حتى البلع يعني الغذاء. فقدت كل حاجه. الغذاء وصلنا حتى وين كنا حنديروا لها لاصونت، خاطر وصلت ل 9 كيلو. ولكن هي زادت نورمال عاديه، زادت عادي، طفله عاديه، زادت، قعدت في وقتها، مشات في وقتها، نطقت في وقتها عادي، ما كان عندها حتى مشكل يعني صحي، ما كان حتى عندها حتى مشكل. ربما هذيك جاتها حمى، كنا قبل التصوير حكيتي انه جاتها الحمى نهار اللي مرضت. جاتها حمى ليله من قبل ما ندوها للمستشفى. نعم. جاتها حمى عاديه، عطيت لها الدواء اللي يلزم. غد من داك صبحت ما تمشيش على رجلها اليمنى، تما اللي ديناها للمستشفى. ومن بعد التحاليل واللي درناهم والسكانر واليغم
توصلوا بلي عندها التهاب السحايا. التهاب السحايا، نعم. خلال هذه الفترة يعني قلتي فقدت الوزن، ولات تأزم الوضع تاعها. تأزم الوضع تاعها. كيفاش انت كأمها قدرتي يعني ولا تدير افعال لا اراديه، ولا لسانها ما يقعدش في فمها. نعم. ولات فمها ما تحبسش منه، لا تقوى على العينين الحركة، ترمش ما تحبسش منهم. الراس ممكن تحطيها على مخدتها ما يحبسش حتى تسمى الشعر وراح لها، هذا وين ينوض. نعم. تما اللي كما يقولوا كاع قالوا لي نعم. نعم. تما اللي قالوا لها باللي تما قالوا لي باللي هاد الافعال راحوا يقعدوا لها طول حياتها. نشوفوها كذلك باش تجلس عندها صعوبه باش تشد روحها. عندها سياج مخدوم بالبلاط، خدموه لها في مستشفى تاع زيرالدا. خدموه لها في المستشفى؟ راني نتبع في مستشفى تاع زيرالدا. نعم. وعلاش ما كانش دي سياج خاصين بهم باش يخدموا لك بالبلاط؟ كاين بصح لازم التامين، لازم تكون عندك تامين. وفي مستشفى تاع زيرالدا ما راهمش يخدموا، حبسوا لي سياج. شحال يدير هذا هو عند البريفي راهو يدير 10 ملاين. قال لي كي ما عندكش تامين نقدر نهبط حتى ل 8 ملاين. وانت امكانيات ما عندك؟ امكانيات تسمح. حنا عندنا دراري واحد اخرين والزوج الحمد لله عندنا قوت يومنا مي بصح يعني حاجات كيما هادو اللي تكون بمبالغ كيما هذه ما راناش قادرين عليها. نعم. قولي لي الله يرضى عليك، في اللحظه هذه البنت واش هي مستحقه؟ اللحظه هذه اعطينا اهم حاجه. البنت راهي مستحقه زراعه الخلايا الجذعيه. زراعه الخلايا الجذعيه. نعم. ما هي مش جراحه، باش تولي لها كل الوظائف تاعها. تعاود تولي لها الوظائف، تولي تعاود تتحكم في العضلات تاعها. كاين امل كبير للمشي، للجلوس. تعاود يولي لها التوازن. لكن هذه ثاني الخلايا، الزرع الخلايا الجذعيه راح تكون عبر حقن، ماشي جراحه، عبر حقن يديروها لها في ظهرها. وهذه كم تكلف يعني؟ هذه انا نسالك هذا، كاين ناس محسنين الان يسمعوا فينا باش يعرفوا واش راكي مسحقه. كم تكلف؟ هي على حسب هذا الطبيب قال لي لازم لها 4 حقن. 4 حقن، كل حقنه تدير 200 ومدير 2250 اورو كل حقنه. هي في حاجه الى 4 حقن. 4 حقن، كل حقنه 2250 اورو. و250 اورو. نعم. استاذي ما يعادل يعني حوالي 10000 اورو يعني. ما يعادل بالدراهم تاع الجزائريه ما يسمعوا فينا. حوالي 10000 اورو، حوالي 200 مليون. 200 مليون 4 حقن. في حقنه واحده 4 حقن. يعني 4 حقن 200 مليون. 200 مليون. ولذلك اهل الخير واهل الاحسان والمتصدقون اكو عرفتوا انا مسحقين 200 مليون لهذه البنت من اجل 4 حقن ان شاء الله تعود اليها وظائفها وتعود الينا ان شاء الله. زيدي ان شاء الله. هادو 4 حقن تما بلا ما كاش بريزون شارج، تما هادو حق غير الحقن. الحقن 200 مليون. حقن 200. وباش تسافري وتقيمين المده اللي تعالج بنتك شحال؟ الله اعلم. هو قال لي كل بين حقنه وحقنه نقدروا نخلوا 10 ايام، ممكن حتى ل 15 يوم بين حقنه وحقنه. وانت بحاجه الى 4 حقن. وانا بحاجه ل4 حقن. اذا قضيه شهرين اذا قلنا 15 يوم. هذه هي. هو هايلك واش بعث لي في لانفيتاسيون اللي بعثها لي من المستشفى تاع القاهره. يعني الاقامه نتاعك في مصر حدود شهرين. هذه هي في حدود شهرين. والعمليه هذه ان شاء الله حتقدر تتمكن من انها عندها امل كبير باش تعاود الخلايا تخلف، الخلايا العصبيه تخلف وتتضاعف ان شاء الله، وتخلف الخلايا اللي ماتت في خدمتها ان شاء الله. ان شاء الله. اولا انا اريد ان اذكر كل من يشاهدنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رزقه الله بنتا فاحسن تسميتها واحسن تربيتها كانت له حجاب من النار يوم القيامة. وهذا ليس للولد، للبنت. ثانيا، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أنا نشوف البنت واسمها أسيل. البنت أسيلة كنت تشوفوها بين الشاطرة
وأنا ستة تبتسم عنها من اللعب كي يطيحوا لا يتحوس عليهم، ما عندها مؤهلة للشفاء إن شاء الله، وإنما قضية أسباب وعلاج. ما راناش نتكلموا على حالة ميؤوس منها، لأني أنا أعرف كاين ناس كي يسمعونا كاين يقول لك خلاص هذه ميؤوس منها. أنت كأم ماهيش حالة ميؤوس منها. انا شفت يعني أنا نشوفوا العلاج. انا شفت بنتي راهي تتجاوب معايا، راهي الحمد تفهمني. لله. لا لا، بالنسبة لوش كانت وش هي اليوم؟ قلت لها كانت ما تسمعش. فرق كبير، فرق كبير. وبقدرة الله ولا تسمع. فرق كبير. انا إذا نحن لسنا أمام حالة ميؤوس منها. ماذا بينا الناس تشارك، وماشي لازم يكونوا عندك 200 مليون ولا تكون ملياردير، اللي عنده 10 يجيب، اللي عنده 5 يجيب، اللي عنده 100، اللي عنده حتى نلايم هذا المبلغ وتروح هذه البنت تعالج وتولي إلينا إن شاء الله. ان شاء الله. معاناتك كيفاش يعني واجهتي كل هذا معاناة كأم. على بالي بلي كأم كل أم راح تفهمني وراح تعرف شاني نهضر. كاين عندي أطفال واحد أخرين يعني يحتاجوني، وعندي هادي أنا ديتو ابتلاء من عند الله. ربي ابتلاني بالصبر بالإيمان وصبرنا والحمد لله. الحمد لله. كل حاجة كنت نقول ربي يفرج. الفرج قريب إن شاء الله. وصبرنا والحمد لله. كاين انا الطب لي نورولوج تسمى طبيب الاعصاب قال لي بلي هاد الافعال لا اراديه وهادو راح يقعدوا ديفينيتيف حياتها كامل. حياتها كامل. وسبحان الله بعد 5 شهور ولا 6 شهور حبست منهم. الحمد لله. حبست منهم لانك استعنتي بالدعاء. استعنت بالدعاء وخدمنا تاني معاها. كانت ما كانوا يوروا لي في المستشفى كيفاش نخدم معاها، كيفاش نعلم لها لسانها يقعد لداخل، كيفاش نعطي لها تاكل، كيفاش هادو كامل تعلمتهم. ووليت نخدم معاها في البيت. يا اختي انا ابني باش نشجعك برك، انا ابني حبيب وقال لي بروفيسور كبير عنده قضيه 14 يوم يتوفى، حددت له حتى 14 شهور، قال لي خليه في الكوع. الان وليدي والحمد لله في عمره 18 سنه، او يقول لي جيب لي بنت الحلال. ما لا ابشري خيرا، والله ابشري خيرا باذن الله. غير هالطفله تبرى وتوقف على رجليها وما يعياو يجوك الخطابه باذن الله. ان شاء الله. هي كل ام لما يكون عندها طفل مريض تبدا هي ايضا تولي مريضه، يعني يولوا زوج مرضى في الدار ويستمر المرض الى ان تصبح طبيبه. هذه الام تحول الى كل شيء. لا لكن لاحظتي معايا تتحدث عن ادراك تام للامراض تاع البنت نتاعها، وهذا شيء يساعد كثير المريض لما الام ولا الاب يكون يعرف كثير احسن المرض. طبعا هذا الامر تاخذيه من الاطباء اللي تحاورتي معاهم واللي يعطوك نصائح وكل شيء. الاطباء كاين بحوث انا درتهم، انا وليت نحوس. لا لانه ايضا ما لازمش نصوروا المشهد بانه مشهد الطب في الجزائر بانه سيء ابدا. يعني عندنا بعض الحالات وين نقولوا الطب اخطا، وعندنا حالات اخرى لازم نقولوا الطب ابدع ونعطيو للناس حقهم. يعني نحكي لك انا قصه انه الشيخ امير خليجي يقول لي انا عالجت في كل مستشفيات اوروبا، ولكن من الصدف انه كل ما يروح البلد يوجد الطبيب اللي يعالجه جزائري. سبحان الله. يعني في المانيا، في باريس، في اسبانيا، وهذه كلمه حق في صحيح في حق اذا الطبيب الجزائري. علمنا فرنسا فقط فيها عدد كبير من الاطباء الجزائريين ولهم اسماء ونجوم. الاخت حبيت نقول لك انت كي تعيشي مشكلتين ماشي مشكله واحده، انا حاب الناس يحسوا لها. المشكله الاولى بنتك مريضه، هذه مشكله كبيره. المشكله الثانيه هذوك ولادك اللي صحاح وما كاينش متفرغت لهم، شو راك جهدك كاع للمريضه يعني يغيظوك هذوك ثانيك ولا لا؟ قدر المستطاع راني نسيي كيفاش نوازن بينهم وبينها وبين شغل البيت وبين مراجعة أولادي. هاي عندك الزوج تخدمينه، عندك بيت، عندك أطفال، ولكن تسيبي روحك جهدك شو ما تفرغتيش لولادك الآخرين. الحمد لله الزوج الحمد لله ما شاء الله يعاونني في البيت، يعاونني في البيت، يعاونني في الطفل. والله هذا الزوج هذا نتحي له وندعي له ونذكره بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل. ونزيد نقول لك يا أختي يا ربك يعطي طفلك ما يديركش بيت لأنه يحبها، والله نعمة من الله.
انك تكون عندك بنت هكذا وتجري عليها وتداويها وتشوفيها تبراي ويكون لك الاجر، هذا هو في النهايه ان شاء الله. انا نصبروا ونحتسبوا. انا ادعو المحسنين والتجار، هاي 200 ولا 300 مليون والو لمن يريد الجنه، لمن يريد الاخره، لمن يبحث عن رضا الله، ليحوس ربي يحمله اولاده وبناته. طفله راهي مريضه لابد ان تعالج، خلاص ما قرار ما نقولوا ولا نقدروا نعاونوا، كاع نقدروا نعاونوا باذن الله. عندك الفواتير فقط لي فاتور. فواتير عندي في الدوسي تاعها بعثوا لي انفيتاسيون من القاهره وانفيتاسيون من مستشفى ثاني في تركيا على اعاده التاهيل لمده شهر. نعطيلك هذوك اصلا. على بالك حبيت تجي عندي يعني نشوفوا ماشي سهل. رحت لها اللعبه نتاعها ما حبيتش بتروح عند امها. نعم. يعني ما تقدرش تفارقك، مستحيل تقعد بلادك. مستحيل ما تقعد عند حتى واحد تاع هذا المرض وهذا زاد بزاف ولات. يا اختي الدوله الجزائريه انت ما طاوش منحه للعلاج في الخارج؟ ما كاش لا بريزون شارج لهاد ليه منعتوا منح هذه المنح هذه؟ ربما بالك الامراض اللي تكون خطيره على الامراض كلها، يعني هذا البنت ما شافوهاش باللي حاله خطيره. هما هذه ما تعتبرش من الحالات اللي تستحق تروح شوف يعني ما شنو هي الحاله الخطيره؟ الموت يعني الموت هي الحاله الخطيره. ممكن يكون علاجها في الجزائر موجود مثلا. هي قالوا لي علاج تاعها اعاده تاهيل، هذا واش تحتاج؟ لا هذا واش تحتاج؟ استاذ اذا علاجها ممكن في الجزائر شوف باك لو سياج اللي تقعد فيه كيفاش مخدوم بالبلاد. لا المشكله ماهوش في الكرسي هذا، المشكله في العلاج. يعني اساليها قولي لها هل في الجزائر من نهار مرض اليوم؟ ولكن هذا هو اللي جداروه لها في المستشفى، هذا الكرسي عوضا من انه يوفروا لها كرسي مريح. قولي هي تعرف الحاله تاعها، انا متاكد بلي تعرف. قولي لها هل وقفوا عليك كما يجب في الجزائر يعني الاطباء، والله هل كاين عراقيل تخلي انهم يوقفوها؟ يعني هي تقدر تجاوبك. كاين زرع خلايا في الجزائر. نعم. انا نحذرك ما نقدرش نخدعك ولا نشوف واحد يخدع فيك وانا نسكت. هذه إعادة التأهيل اللي عنده الخلايا سليمة، أنت تعيد التأهيل لواحد خلايا مسحق، هي خلايا جذعية، ماذا تؤهل؟ هي خلايا تاعها ماتت. ونروح نعيد التأهيل، واش نديروا إعادة تأهيل؟ نحن بحاجة إلى خلايا جذعية دماغية. واش حبيتي ماما؟ اللعبة نتاعها راهي تحوس على اللعبة نتاعها اللي في الأرض. البيضة اللي عطيتها لنا، ها هي عطي لها هذه تسكت. يعني 10 دقائق فقط نقدروا نحسوا بك كأم وكمعاناة كيفاش تعيشيها يوميا، خاصة وأنه يصعب عليها التعبير على واش هي حابة. واش كأم صح فيها تعب كبير، صح نحتسب الأجر إن شاء الله عند ربي سبحانه. إن شاء الله. واش تقولي لنا طلبك او في الختام؟ واش تقولي سيدتي؟ الطلب تاعي انا نقول لجميع الامهات ولا الاباء اولياء بصفه عامه انهم يحطوا روحهم في بلاصتي ولا يحسوا بيا، يحسوا كي الا كان عندهم طفل مريض وعلى بالهم بلي كاين علاج، كاين امل، كاين وانتي ما كيش قادره ديري هذاك الشيء لوليدك ولا لبنتك، يكون احباط وتشوفي وليدك يضيع بين يديك، يكون تأنيب ضمير. انا ماذا بيا نعطي الفرصه لبنتي كما يقولوا حنا نتسببوا، ربي سبحانه هو الشافي، حنا نسيو كيفاش نجيبوا هذه الاسباب. نعم. ونعطي الفرصه لبنتي ان شاء الله تمشي ان شاء الله، وفرصه تتكلم، وفرصه تدخل كيما كامل الدراري للمدرسه ان شاء الله. هذا انا واش نقول لهم. وكذلك نقولوا للامهات انه ما يستهزاوش، يعني حمى صغيره تقدر تسبب. انا ننصح الامهات ما يستهزاوش بالحمى، ما يستهزاوش بالفيروس تاع الهربس، لانه الفيروس تاع الهربس راهو عنده بزاف يجي في الفم، كما نقول حنا الحمى تاع الفم. انهم ما يقبلوش اولادهم، تكون عندهم حمى في الفم ما يقبلوش اولادهم. ولا كاين الهربس تاع العين، انهم ما يستهزوش به لانه يسبب العومه، يسبب حاجه صغيره تولي يروحوا للطبيب. وكي يكونوا صغار الاطفال قد ما تعسيهم مليح. صحيح.
الحمد لله. شكرا لك سيدتي. إذا وصلنا إلى ختام برنامجنا اليوم. تفضل شيخ، كلمة أخيرة. والله أنا ندائي يعني لكل المحسنين والمحسنات باش يهبوا هبة يعني سريعة، لأن الوقت أو ضدنا ما هوش في صالحنا. كل ما يتأخر الوقت كل ما تزيد خلايا تضيع. نعم. وهذا الطفل ماهيش في حاجة إلى رسكلة كما يقولون، في حاجة إلى خلايا دماغية. نعم. والآن الأم تاعها كافحت وجات صابت حل، هناك مستشفى مستعد لهذه العملية. نعم. إذن أجركم عند الله عظيم، وماذا بينا اللي دارها ينويها على بابه، على يمه، على أولاده، وربي يقبل إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. أستاذ يعني أيضا الشيخ نعود في نفس السياق ونقول لك بأنه الأطباء في الجزائر عندهم عراقيل، عندهم قوانين تمنع الإبداع، يعني قوانين توقف الإبداع. عندهم منظومة صحية معقدة جدا. يعني المشكل ما هوش مشكل أطباء، لأنه في كل مرة نعرضوا حالات نظنوا بأن في الجزائر ما كانش علاج. يعني أنت تشوف الآن راح تروح لمصر تظن بأن مصر متطورة في الطب أحسن من الجزائر، أبدا. نقول لك بأن هذه المنظومة المعقدة، هذا التقييد تاع التسيير والتقييد تاع الأطباء، وقلت لك كبح الإبداع، ما يخليوش هذا الطبيب يدير مبادرات ويبدع. نعم. هو اللي خلى كل هذه الحالات تضطر إلى الذهاب إلى الخارج بدلا من الجزائر. يعني أنا قلت لك أعطيت قبل قليل أنه كثير من الأشخاص يعالجوا في كل مستشفيات أوروبا يشتركون في شيء واحد، أن طبيب جزائري. يعني في برلين، في باريس، في مدريد طبيب جزائري. إذا شكرا لكم مشاهدينا. بهذا نكون وصلنا إلى ختام عدد اليوم. إن شاء الله نتمناو الشفاء لكل مريض وربي يفرج على كل مهموم. آمين. نتلاقاو إن شاء الله الأسبوع المقبل. دمتم في أمان الله وحفظه.